اخر مهم الاخبار الكرويه، ومش حتندم لو درت لي متابعه يا غالي علي. خبر مسرب الى الان ماهوش حقيقي 100%، لكن قلت ضروري ان الدوله معاكم. عجلوا بشكل رسمي، نادي برشلونه يتواصل مع محيط لوتارو مارتينيز. نادي برشلونه يفكر بانه هو يكون خليفه ليفاندوسكي، لكن الى الان مش معروف. نادي الانتر يسمح برحيل لوتارو مارتينيز، والمبلغ كيف حيكون عالي او لا الى الان نادي برشلونه قاعد يستفسر. الان ما زلت نقول لكم ان الخبر ما زال مش مؤكد 100%. اجل حسب الموضوع خوسيه فيليكس دياز يقول هناك شكوك حول استمرار راؤول اسينسيو مع نادي ريال مدريد الموسم القادم، وخيار افضل لو رحل عن نادي ريال مدريد جديا. ذلك يقول خوسيه فيليكس دياز ان روديجر وافق على عرض نادي ريال مدريد لتجديد العقد، وحيبقى في نادي ريال مدريد لموسم اخر، يعني حيوقع موسم واحد فقط لا غير الى الان. اجل رسمي حسب الصحفي الموثوق يقول خورخيه ان نادي ريال مدريد المراكز التي يدرس لتعزيزها في سوق الانتقالات القادم هي قلب دفاع وظهير يمين ولاعب خط وسط ومهاجم صريح. وليس اخرا حسب الموثوق رامون الفاريز يقول كل المؤشرات تدل على ان انريكي ريكيلمي انه سيعلن رسميا ترشيحه لانتخابات نادي ريال مدريد. اي اخبار موثوقه رسميه تلقانا عند عبد الله. ما تنساش اللايك والمتابعه، ديما طيبين.